دكتور احمد زكريا الشلب، دكتور احمد شوقي، حسن طلب، سامح فوزي، صلاح عيسى، طلعت الشايب، عبد الرويني، وحد كاتب له مقرر محمد بدوي، ومحمود عزب، ومصطفى لبيب. انا بقول اسامي ليه؟ لان اسامي تمثل قامات اما صحفيه او علميه او شخصيات عامه. وحاجه من الاثنين، يا هنخلص موضوع ال اسف بتاع ده، يعني المهم يا اما نخلص موضوع المنظره بالبلدي كده. يعني مصر ما عادتش محتاجه لاسامي لسه بتتحط على الكتب اللي هي مشاريع بتتعمل بفلوس الشعب المصري. اما الكتاب يطلع عمل علمي متكامل، وارجو اتمنى على اللي موجودين من هيئه الكتاب هنا انه يبلغوا هذا الكلام لرئيس هيئه الكتاب، اللي هو برضه مر عليه عده عصور، يعني اشتغل في حسني مبارك، واشتغل في الاخوان، واشتغل في العسكر، ولسه قاعد والحمد لله مطرحه ما اتحركش لحد دلوقتي. وهو برضه صديق عزيز واستاذ لغه عربيه، وواضح انه عين شمس طاغيه في البتاع. يا اما الناس تاخدها جد وتطلع كتب علميه بجد، وبعدين حد يراجعه ويشوف المعلومات اللي فيه، يا اما يدوا المهمه للشباب الجديد اللي مش لاقيين شغل. يعني هذه الهيئات ليست مأوى للمحالين على المعاش، مع احترامي انا راجل عديت داخل على ال70، مش مأوى لكبار السن ولا للمجاملات. يعني مش عشان انا صحفي ماسك جورنال يبقى بتاع الهيئه يجيبني علشان يضمن ان الجورنال يبقى معاه. مش مظبوط. الكتاب ده فيه اخطاء بشعه. اقل حاجه فيها انه لما يجي في واحد مثلا زي يحيى بن عدي ويكتب اتولد سنه 793، مش كاتب هجريه ولا ميلاديه، وبعدين يقول ومات سنه 1900 في 15 اغسطس سنه 1974. يعني تشوفوا، يعني لا قايلين الاولانيه هجريه ولا ميلاديه، ولا قايلين الثانيه انه راجل اتولد سنه 793 ويموت سنه 1974. لما يجي في الفهرس وكلمه النساطره تبقى المساطره. هذا الكلام القارئ العادي ممكن يلخبط، مصموم المساطره ولا النساطره، فلما محتاج يتناقشوا يقول لك لا انا قريتها في كتاب في هيئه الكتاب اسمهم المساطره يا استاذ صلح معلوماتك، فتقول لا هم اسمهم النساطره عشان احسن النسطور، يقول لك لا اسمهم المساطره. هذه العينه من الاخطاء، انا مش عايز اقول كل الاخطاء عشان ما تبقاش القعده كلها على الاخطاء، انما بوريكم قد ايه الاستهانه بالعمل العلمي، والاستهانه بالمهمه العامه، والاستهانه بالموقع العام. انا ما اعرفش رقم المكافآت ولا لا، ربنا يبارك لهم، اكيد هتبقى ملاليم، يعني مثلا 50 جنيه 100 جنيه ولا حاجه، انما هتبقى ملاليم. بس برضه الاساس ان الانسان يحلل القرش اللي بياخده من اي هيئه من الهيئات، واحنا جايين على فكره من غير فلوس هنا بالمناسبه.